شوية عن الستات. الرجالة مثلًا في صديق للبرنامج قال لي إنه مهتم إنه يكون الأجازة ما فيش بعدها شغل متأخر، ولا يكون قلقان من حاجة بتحصل في الشغل لمّا يرجع، يعني هو رابط أجازته بالشغل، وده تقريبًا بينسف مفهوم الأجازة، المفروض إن أنا طالع أجازة عشان أنسى الشغل، بس لإنه آآ علاقة الراجل بشغله أقوى بكتير يمكن في معظم الأحيان من علاقة الست بشغلها. يعني مثلًا إحنا في مجتمعاتنا عامةً ممكن نقول على الراجل إن هو فاشل علشان فشل في شغله، أو مش شاطر أو مش بيقدّم مش بيوصل لمراكز عالية، أو مش بيأدّي يعني أداء قوي في شغله، أو أقل من أقرانه مثلًا. الست بقى لو هي ما بتشتغلش شغل حكومي، يعني شغل دوام يعني كل يوم، أو ما عندهاش أي اهتمامات برّه البيت، أو بس قاعدة في البيت علشان بتاخد بالها من أولادها، ما فيش أي حد في المجتمع بيقول عليها فاشلة. هي مولودة أصلًا وهي عندها job description، هي أم ومقدمة خدمات وراعية أسرة وطباخة ومدرسة، سواء بتشتغل برّه البيت أو ما بتشتغلش. الشغل يمكن يشغل حيّز، بس ما أعتقدش إنه يشغل الحيّز الكبير ده اللي بيشغله عند الراجل. دايمًا كنت باسمع مثل كان يعني بيعجبني أوي، أو مقولة إنه الستات ممكن تحسد بعض على كل حاجة، الرجالة أساسًا بتحسد بعض على حاجتين، على التفوّق في الشغل وجني المال طبعًا بالتبعية، وعلى حُب الناس. مش عارفة رأيكم إيه؟ قولوا لي رأيكم في